بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حبيباتي المسكرين الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بفضل الرحمن راجعه لكم بفيديو جديد. هنعمل مع بعض مكرونة الشارع، مكرونة العربيات بتاعت زمان، بأحلى وأسهل وأطعم طريقة. إن شاء الله الفيديو ده يعجبك وانسى أي طريقة شفتيها قبل كده. يلا حبايب قلبي ندخل على الفيديو على طول. بس فضلا منكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عندي في القناة لو أول مرة بتشوفوني. هنسمي بالله ونصلي على النبي على أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو مع بعض. مبدئيا أنا معايا كيلو من الطماطم، كنت غسلاه ومقطعاه مكعبات زي ما انتم شايفين كده، وعليه حباية واحدة من البصل. معايا كمان معلقة كبيرة من التوم المفروم، ومع البهارات توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات لحمة، 7 بهارات، سكر، فلفل اسود، سنة بسيطة جدا من القرفة. كل البهارات اللي انا قلت عليها نص معلقة صغيرة. البابريكا معلقة كبيرة علشان تدينا اللون الحلو اللي انتوا شفتوه في بداية الفيديو. اللهم صل على سيدنا النبي. انا طبعا هضرب الطماطم في الخلاط بالبصل، وبعد كده احط حلة كبيرة على النار، احط فيها معلقتين من الزيت على معلقة واحدة من السمنة. اللهم صل على سيدنا النبي. وانزل كمان بالثوم المفروم اللي معانا، يا دوبك بس ياخد تشميعة كده مش اكتر، مش هديله لون. وبعد كده هنزل بكل البهارات اللي معايا. مجرد ما بنزل بالبهارات بديها كده تقليبة واسيبها حوالي بالظبط دقيقة علشان ريحة التوابل تطلع معايا. تعالي بقى نحط معلقتين خل علشان المكرونة تروح حتة تانية خالص. قسما بالله هتنسي اي طريقة تانية عملتيها بأمر الله. بعد الفيديو كل ولادك هيحبوا المكرونة اللي بالصلصة. بعد كده بنزل بالطماطم اللي انا ضربتها بالبصل. اللهم صل على سيدنا النبي. انا مش بصفيها خالص، وبعد كده بسيبها تتسبك مع نفسها. تعالوا بقى نرجع لها بعد ما اتسبكت. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين عامله ازاي؟ اللهم بارك، حمراء. اللهم صل على سيدنا النبي. واول ما تلاقي الزيت طلع على وش الطماطم اعرفي ان التسبيكه كده جاهزه معاكي. في الوقت ده هبدا اسلق المكرونه. كنت حاطه ميه على النار فيها زيت وفيها كمان ملح. اول ما بدات تدخل في الغليان سقطت المكرونه على طول جواها واسيبها تتسلق. تعالوا بقى اللهم صل على سيدنا النبي. بعد ما المكرونه اتسلقت وبعد ما التسبيكه بتاعتنا اتسبكت، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين الجمال؟ الصلصه بتتحدث عن نفسها. اللهم صل على النبي. حبيباتي المسكرين الحلوين اللي سرحوا معايا ونسيوا اللايك، يلا بقى ارفعوا الفيديو باحلى لايك من ايديكم. ولو مش مشتركين عندي فضلا منكم تاخدوا جوله في القناه. امر الله وفضل الرحمن هتعجبكم، فيها وصفات كتيره اقتصاديه ان شاء الله تعجبكم وتشتركوا معايا. بصوا بقى يا حلوين، انا كنت طبعا المكرونه مصفيها من الميه، وكنت حاطه عليها كده حوالي معلقه كبيره من الزيت علشان يعني ما تمسكش في بعضها. وبعد كده هبدأ اسمي بالله واغرف طبق كده محترم علشان تشوفوا جماله وطعامته وحلاوته. اللهم بارك. حطيت كده طبق مكرونة والصلصة، اللهم بارك اللهم بارك، حمرة جدا. والله العظيم الكاميرا ظلمة الصلصة. عايزة اقول لكم تحفة وريحتها خطيرة. طبعا زمان كانت المكرونة دي اول ما نخرج من المدرسة نجري عليها، بس انا طبعا لا، والله العظيم مش عارفة ليه. يعني انا كنت بتكسف يعني. فكان بنات معايا كنا نجري كده يروحوا يجيبوا المكرونه اللي هي ديت ويبقوا فرحانين بقى بطعمها والكلام ده كله. وانا كنت اشتري بس ما كنتش اكل بره، يعني انا كنت اشتري اكل لما اروح. كنت بتكسف جدا وانا صغيره. فاصحابي بقى كانوا يجروا بقى يجيبوا بقى وكنا صغيرين وياكلوا في الشارع والكلام ده كله. كانت احلى ايام والله. فانا قررت النهارده ارجع ذكريات زمان واكل زمان. وطبعا احنا اواخر الشهر ومش عارفين نعمل ايه، فالوصفه دي بامر الله هتعجبك. واعمليها كده للولاد وهات لهم عيش بلدي. الف هنا على قلوبهم يا رب، وصحتين وهنا، والاكله دي هتعجبهم بامر الله. بصوا يا ولاد، انا بحب ادلع اكلي قبل ما اطلعه لولادي. بعمل ايه؟ جرنشت كده الطبق اللي انا هحط فيه المكرونه، حطيت حواليه شرايح بصل، ليمونتين كده مقطعاهم، وكمان جنب طبق المكرونه حطيت طبقين مخلل كده، والف هنا. تعالوا بقى نشوف المكرونه. اللهم صل على سيدنا النبي وجمالها. شايفين بالله عليكم عامله ازاي؟ تحفه تحفه. الصلصه متسبكه صح، ما تستغنيش عن اي نوع بهارات من اللي انا قلتلك عليه. والله العظيم قسما بالله هتنسي اي مكرونه عملتيها قبل كده. جربي الطريقه دي وجربي نفس البهارات، بامر الله هتعجبك. انا بامر الله هحط لكم كل البهارات اللي انا حطيتها في المكرونه في اول تعليق مثبت. وده كان غدانا النهارده في اواخر الشهر. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه لو بحاجه بسيطه. كالعاده حبيباتي المسكرين، لو استفدتوا النهارده من الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفوني. بحبكم جدا في الله. دمتم في امان الله. اسيبكم في حفظ الرحمن واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.